اهلا بيكم. حابب اتكلم النهارده على مضاعفات جراحات السمنه. كتير قوي ناس بتبقى خايفه من اجراء مثل هذه العمليات وبتتردد. طيب، عشان نعرف اي عمليه امنه ولا غير امنه ليها ايه؟ ليها مواصفات عالميه. لما اقول ان عمليه امنه يعني معناها ايه؟ معناها ان نسبه المضاعفات تكون في الحدود المعقوله، ما تكونش عمليه مضاعفاتها 50%، وفي نفس الوقت تكون المضاعفات دي سهل التعامل معاها وعلاجها. نيجي لو بصينا لجراحات السمنه المفرطه هنلاقي ان دي اكتر عمليات بتتعمل على مستوى العالم. اكتر عمليات بتتعمل على مستوى العالم هي جراحات الايه؟ السمنه المفرطه. مضاعفات نسبتها قد ايه؟ 1 ل 2%. هل المضاعفات دي ممكن التعامل معاها وعلاجها؟ طبعا ممكن التعامل معاها وعلاجها. اشهر هذه المضاعفات او اخطر هذه المضاعفات اللي هو حاجه اسمها التسريب. التسريب يعني ايه؟ يعني باختصار شديد بعد ما انت مقصيت المعده مثلا في عمليه التكميم، فيحصل فتحه او خرم في المعده، وبينتج عنه انه الاكل او الشرب اللي بتيجي تشربه بيطلع بره المعده اللي جوه التجويف في البطن. ده اللي بنسميه ايه؟ التسريب. طب نعرفه ازاي؟ نشخصه ازاي؟ تبص تلاقي فيه الم شديد في المعده، في درجه حراره بتعلى، النبض المريض يكون ايه؟ سريع. طيب، لا قدر الله شخصت ان في تسريب، له علاج؟ طبعا له علاج. انك بتخش تاني بالمنظار بتنظف الجزء الشرب او الاكل اللي دخل في تجويف البطن، وبنحط حاجه اسمها ستنت او حاجه زي ستنت، يعني انبوبه كده بتخش جوه المعده. المريض بياكل ويشرب من خلالها لحد لما الخرم او الفتحه اللي في المعده دي تقفل. دي اشهر المضاعفه، والحقيقه نسبتها دلوقتي بعد استخدام الدباسات الحديثه بقت لا تذكر يعني.